علشان خاطر تعملها انت بدون مجهود، بدون ما انت يعني بتركز انت هتعملها ولا لا. يا هلا شباب، إيه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. هنا خامس حلقه من حلقات اس بي في، وقلنا ان اس بي في هي اختصار لكلمه شورت بوزيتيف فيديوز. فيديوز بتكون من 3 ل 5 دقائق كده، بنعملها قبل الفطار بساعه او نص ساعه على حسب الوقت، وبنقول فيها كوت او حاجه احنا حاجه حلوه شفتها في كتاب واثرت معايا، فعشان كده بشاركها معاكم. واحنا طبعا مكملين مع الكتاب اللي هو اتوميك هابتس، قلت لكم عليه قبل كده. اللي ما شافش الحلقات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن العادات، ازاي نبطل عاده وحشه وازاي نكتسب عاده حلوه. وفي 2 استراتيجيز. اول استراتيجي اتكلمنا عليها ازاي تبني عاده جديده. تاني استراتيجي ازاي تبني عاده جديده على عاده الجديده اللي انت انشاتها دي، بعد ما بقت عاده قديمه، يعني خلاص اتعودت عليها بقت عاده، عايزين بقى ننشا عاده كمان معاها. فكان في 2 استراتيجيز، ودولت كده 4 فيديوهات. الفيديو الخامس بقى جبت شويه حاجات من اخر الشابتر. اخر الشابتر كده بيكون فيه شويه ادفايس، دولت جمعت لكم منهم 3 ادفايس مهمين جدا ومفيدين جدا، عايز اشاركهم معاكم. اول حاجه make it obvious، اللي هو enough practice your brain بلا بلا بلا. انت كل ما تتمرن اكتر، دي فحوى البوينت دي، انت كل ما تتمرن اكتر على العاده، يعني احنا محتاجين ننقل العاده دي by practicing من الكونشس مايند للسب كونشس مايند. السب كونشس مايند العاده دي هتبقى شغاله على الاوتو بايلوت، زي ما احنا بنقول. هتصحى الصبح تغسل اسنانك، هتصحى الصبح تعمل شاي، هتصحى الصبح وات ايفر هتعمل كافي. فالحته دي بتخلينا نعمل العاده من كونها في الكونشس مايند، وممكن ننساها وممكن نعملها مره ممكن لا. فاحنا محتاجين نبراكتس على العاده دي مور ذان يوجوال، يعني محتاجين نبراكتس على العاده دي عدد ايام معين علشان خاطر تبقى عاده. في ناس قالوا ان هم 65 يوم عشان خاطر تثبت على عاده معينه، او في الكوتشنج بنقول ان هم 65 يوم، وفي ناس بيقولوا ان هم 20 يوم، بس دي كانت طلعت حته كنافه. في الدراسه كانت 65 يوم. فاحنا محتاجين نتمرن اكتر على العاده دي علشان خاطر تنتقل من الكونشس مايند للسب كونشس مايند، من العقل الواعي للعقل اللاواعي، علشان خاطر تعملها انت بدون مجهود، بدون ما انت يعني بتركز انت هتعملها ولا لا. لا، ده انت هتعملها دلوقتي. انا خلصت قراءه مثلا، وليكن القراءه عندي عاده، فاحنا عن طريق الاستراتيجي اللي احنا اتكلمنا عنها، انك تربط عاده بعاده، وانس ان انت تخلص قراءه تلاقي نفسك على طول بتقوم تسمع محاضره بالانجلش عشان خاطر عايز تحسن الانجليش بتاعك. فاحنا كده ربطنا عادتين ببعض. تاني حاجه برضو متعلقه، او انا ممكن اكون شرحتها مع شرح العاده الاولانيه، once your habits become automatic، خلاص بقى كده هي هتروح على الاوتو بايلوت، هتروح على السب كونشس مايند. فانت مجرد ما العاده دي بقت اوتوماتيك، بقيت تعملها كده انكونشسلي، خلاص بقيت تصحى الصبح تقوم على السرير تقعد دقيقه، بعدين تقوم على التويليت مثلا تغسل اسنانك، بعدين خلاص كده الحاجات دي بقيت تعملها في بالانكونشسلي، خلاص بقيت باللاواعي بتاعك بتشغلها. وهنا احنا محتاجين بقى نخلي الموضوع ونخلي اغلب مهاراتنا حتى في الشغل تتعمل بشكل لا واعي، علشان خاطر ما يكونش في مجهود. بس عشان خاطر تنقلها من العقل الواعي للعقل اللاواعي محتاج شويه مجهود، محتاج شويه براكتس، محتاج تتمرن عليها. اخر حاجه بقى، وهي حاجه دايما كنت باكد عليها في الشورتس او باكد عليها في الفيديوز، ان السيلف اويرنس هي اهم خطوه في الموضوع ده. ان انت تكون عندك سيلف اويرنس، ان انت عارف نفسك كويس قوي، ان انت عارف ايه المفيد ليك وايه الضار ليك، ايه اللي انت هتستحمله وايه لا. يعني الموضوع يا شباب يعني محتاج منك انك تكون عندك اويرنس كده، علشان خاطر ما تكونش بتعمل اي حاجه كده وخلاص. محتاج تكون واعي بنفسك ايفن عشان تختار الوظيفه يعني المتناسبه مع الفاليوز والبيليفز بتاعتك، او عشان خاطر يعني تبطل عاده معينه، او عشان خاطر تكتسب عاده معينه. فاحنا محتاجين في النقطه دي انك تكون عندك سيلف اويرنس، يعني هي عارف نفسك كويس قوي، عشان خاطر تعرف هتعمل ده ولا لا، عشان خاطر تعرف ان ده مفيد ليك ولا لا، عشان ما تقعدش تبراكتس على الفاضي وتلاقي الموضوع ما فادكش في الاخر. احنا اتكلمنا ان انف براكتس، محتاج تتمرن على العاده الجديده اللي انت عايز تعملها. تاني حاجه ان احنا بنقول بعد ما البراكتس ده يحصل، انت هتلاقي نفسك العاده بتروح من الكونشس مايند للسب كونشس مايند على طول without thinking and spending any effort recalling the habit. خلاص انت بقيت تعملها subconsciously. اخر حاجه ان انت يكون عندك سيلف اويرنس علشان خاطر تقدر تهندل الموضوع وتقدر تعرف ايه اللي مفيد ليك وايه اللي مش مفيد. خلينا نتكلم بعدين في باقي الكتاب بتاع اتوميك هابتس في حلقه ثانيه ان شاء الله بكره. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. باي باي.